حبايب قلبي الحلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا في اسعد اوقات حياتكم. طبعا قبل كده نبتدي روتين النهارده. روتين النهارده جامد جدا، بس قبل ما نبتدي الروتين بتاعنا يا ريت كده تشتركي في القناه لو انت مش مشتركه، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني اشعار، وكمان تعملي لايك للفيديو ده وتقولي لي رايك فيه، وتقولي لي انت منين عشان ان شاء الله ارحب بيكي. ويلا بينا بقى دلوقتي حالا نبتدي روتين النهارده. روتين النهارده يا بنات روتين مشجع جدا، روتين هيديكي طاقة إيجابية كده ويديكي كده تفاؤل كده، وتيجي حماس لو انت كسلانة هتقومي تخلصي اللي وراكي. فيلا بينا نبدأ الروتين بتاعنا. بصوا بقى، أنا النهاردة بدأت الروتين بتاعي كده بفنجان القهوة، وده بصراحة كان روتين مسائي. كنت كسلانة جدا يا بنات طول اليوم ومكنتش قادرة أعمل حاجة، يعني خلصت الغدا وخلاص بقى مش قادرة أعمل مواعين ومش قادرة أعمل أي حاجة. فده الروتين بالظبط كان من الساعة 6:30 قبل المغرب. تمام. فقُلت كده أفوّق نفسي وأعمل لنفسي كده فنجان قهوة أضبّط بيه نفسي، وعشان أعرف إيه يعني إيه يدّيني كده حافز كده وطاقة إن أنا أقوم وأكمّل وأشتغل. اعملي لنفسِك بقى دلوقتي حاجة سخنة كده وقومي يعني إيه اتفرّجي على الفيديو عشان يدّيكِ الطاقة والحماس اللي يخلّيكِ تقومي تشتغلي في بيتِك وتخلّصي كل اللي وراكِ. بُصّي بقى هنا كنت عملت كده إيه، طبق آآ شمّام. طبعًا الشمّام يا بنات دلوقتي موجود في السوق الكيلو ب12 جنيه، فحلو جدًا، جدًا ومغذي أوي، وكمان بيرطّب بقى عليكِ في الصيف كده لمّا تجيبي كده واحدة وتقطّعيها وتعينيها تسقّعيها كده في التلاجة وتطلّعيها كده في عز الحر تاكليها. يعني بجد حاجة حلوة أوي بصراحة، يعني حاجة تضبط مزاجِك وتعدل لِك كده مودِك كده وتنعش جسمِك كده، تخلّيكِ فعلًا كده قادرة إيه على التحدي وعلى المواجهة. من الحاجات الجميلة جدًا المفيدة أوي يا بنات اللي أنتم فاكهة الصيف دي بصراحة حلوة جدًا. يعني مثلًا المانجا بدأت تطلع، بس الموجودة دلوقتي حاليًا في السوق مش حلوة بصراحة. جرّبتها حسيت عارفين يا بنات اللي هي عاملة زي المجمدة ومطلعاها من الفريزر كده وسايطة خالص كده وكلّها مَيّة. مش عارفة حسيتها كده، ما حسيتهاش كده المانجا البشاير كده اللي هي أول ما بتطلع. لأ، حاسة بصراحة إن هي مركونة ولسه مطلعينها الأيام دي. مش عارفة ما ارتحتلهاش وحسيت إن هي مش حلوة. كمان رخيصة جدًا ب30 جنيه، وده الموضوع ده يقلق أكتر وأكتر. لإن المانجا أول ما بتنزل السوق بتبقى غالية جدًا وبقية الفاكهة بترخص. فلأ، الموضوع مش مريحني بصراحة ما حاولتش إن أنا أجيبها. جبتها مرّة وزي ما قُلت لكم حسيت كده إن هي صايطة كده من جوّه كده، مش مانجا بشاير خالص. فما حبيتش إن أنا أجيبها تاني، فجِبت بصراحة الشمام بقى حلو أوي يا بنات وبدأ يرخص، الكيلو ب12 جنيه بس، فبصراحة حلو. هنا بقى كان عندي قُلت بقى خلاص بقى حلّينا وشربنا القهوة والدنيا تمام، نقوم بقى. كان عندي دورة غسيل خلصت وما نشرتش ما نشرتش الغسيل، فأخدت كده الغسيل الحمد لله ونشرته، وقبل ما انشره ضبّطت البلكونة ومسحتها وكنستها وضبّطتها فاهمة، خلّيتها زي الفل وبعدين نشرت الغسيل. بعد كده بقى بعد ما نشرت الغسيل دخلت بقى إيه على المطبخ. المطبخ يا بنات كان حرفيًا مزبلة، sorry يعني في اللفظ، بس هو حقيقي فعلًا كان حالته صعبة جدًا. فأول حاجة كده جِبت مش ظاهر معاكم، بس جِبت كيسة سودا كبيرة ولمّيت فيها كل إيه اللي عايز يترمى رميته. كل بقى الفتافيت، الأكل، البواقي الأكل، كل الحاجات دي، كل اللي عايز يترمى اللي جمّعته في الشنطة الكبيرة دي. وجِبت بقى إيه أوكسي اللي هو بتاع المواعين ده والليفة بقى وغسلت الرخامة كويس جدًا. وكنت هنا يعني اتعودت وهابان لكم يعني هاوضّح لكم في نهاية الفيديو إن أنا بقيت متعودة جدًا على الكركم، فكان واقع منه شوية فباقطّعه بصراحة، بس مع الاستخدام إن شاء الله يعني هتطلع يعني مش هتفضل كده. غسلت بقى الرخامة، كانت بقى يا بنات بقى إيه عارفين بقى الملزقة بقى وحاجة كده صعبة أوي. ما باطيقش المطبخ وهو ملزق كده، والرخامة بالذات تكون ملزقة. فجِبت كده خلاص نضّفتها وخلّيتها زي الفل كده وبتلمع وريحتها نضيفة بقى. عايزاكِ كده وأنتِ بتشتغلي تستشعري رائحة النضافة، ريحة النضافة كده، شمي كده نضافة. ما فيش أحسن من النضافة يا بنات، ما فيش أحسن بجد من إن أنتِ تقعدي في بيت نضيف. هنا بقى إيه، دخلت بقى على الحوض. كان في مواعين مغسولة هاعينها، وطبعًا دي كان إيه بواقي بقى إيه القطعة اللي أنا قطّعتها بتاعة الشمام، رميتها وضبّطت الدنيا برضه. هنا بقى باورّيكم
الشنطة الكبيرة اللي أنا جايباها جمّعت فيها كل بقى الشنط الصغيّرة، كنت مقطّعة برضه بطيخ، شمام، مش عارفة إيه، أهي الشنطة دي باجمّع فيها بقى كل الكراكيب بتاعة البيت، كل أي زبالة طالعة من البيت باجمّعها بقى كده في شنطة واحدة. ده كرسي اللي جنب الحوض، الكرسي ده يا بنات قدّامه شباك، الشباك ده اللهم بارك على الهوا اللي بييجي منه، فحرفيًا دي قعدتي، يعني أنا عايزة أشرب قهوة أقعد هنا، عايزة أشرب شاي أقعد هنا، عايزة آكل حاجة حلوة أقعد هنا، دي الخروجة بتاعتي. ف فبصراحة يعني لأ، باحب القعدة هنا أوي، بالذات بقى لمّا المطبخ يكون نضيف والأرض نضيفة وكده، دي لعب بنتي، هي طبعًا مرمية في كل حتة، فأنا باغسلها وباعينها. عِنت بقى كده إيه، بقية المواعين دي برضه المعالق بتاعتها، بس أنا قُلت آخُدها بقى إيه، أحطّها مثلًا في برطمان شاي ما حدّش يقول لها بس، كده يعني. أحُط المعالق دي في برطمان فلفل أسود، برطمان شاي، حاجة إيه من دي، ما حدّش إيه يقول لها. هنا بقى إيه، جمّعت المواعين دي كانت نضيفة وكانت مغسولة وزي الفل، وقُلت كده إيه، أعينها في مكانها بدل ما نعمل كركبة عشان أعرف أحُط المواعين إيه، الجديدة، تمام؟ عِنت كل حاجة يا بنات كده بقى إيه مكانها، و شِلت بقى الفوطة اللي كانت موجودة دي، كانت مبلولة. ما باحبش أسيبها بصراحة مبلولة وقت طويل، مش صحّية خالص يا بنات، يعني إيه تجيب لِك بكتيريا، فليه؟ أنتِ حسيتِ إن هي مبلولة وأنتِ عايزة تغسلي مواعين تانية، خلاص يبقى اشيليها حُطّيها في الغسالة تتغسل، تاخد لها دورة غسيل يعني مع الغسيل، وجِبت هنا فوطة نضيفة ناشفة طبعًا وزي الفل ومغسولة، أحُط عليها المواعين إيه، أنشّف عليها المواعين اللي لسه إيه، هاغسلها، تمام كده؟ جمّعت بقى إيه كل sorry. جمّعت هنا كل المواعين اللي عايزة تتغسل وإيه، وغسلتها، وكانت الصينية دي نضيفة، يا دوبك كنت حاطة عليها بس اسمه إيه ده، الشمّام، فبقطّعت حاجة بسيطة يعني لزقت وشطفتها وخلاص، لكن هي نضيفة. تمام كده يا بنات، الأوكسي ده بقى يا بنات تحفة، أنا باعشق الأوكسي ده، أنا بصراحة لغاية دلوقتي مستحرمة أجيب البريل. لكن جوزي ساعات بيجيبه، لكن أنا أنزل أشتري مش باجيبه بصراحة. فباحس إن الأوكسي جميل أوي بيعمل رغاوي، أنا باحب مسحوق الغسيل اللي يعمل رغاوي ويعمل ريحة حلوة بصراحة، وما بيجيّرش بعد الغسيل، يعني مثلًا عندي أنواع زي الفُل، الفُل ده باحس إن إيه جير، يعني الكوباية بتبقى مجيّرة بطريقة مش طبيعية، وده طبعًا مش صحّي خالص، فأنتِ لو مضطرة تجيبي مثلًا حاجة زي فُل كده، يا ريت تحطّي مثلًا إيه، فنجان خَل على الإزازة. عشان يقدر إن هو ينقّي يعني إيه، يشيل الإيه، الصابون، يعني ما يخلّيش الحاجة مجيّرة، لإن التجيير ده صابون، ما بيطلعش غير بالخل، خلّي بالِك مهما شطفتيها مش هتطلع إلا بالخل، فأنا بصراحة باحب أجيب أوكسي بيخلّي الحاجة بتلمع يا بنات وزي الفل، بالإضافة كمان إن أنا جِبت الليفة دي، الليفة دي مش مناسبة لكل المواعين، لإن هي تحسّي إن هي خشنة شوية فيها stainless كده وخشنة، بس برضه بتخلّي الكوبايات عندي بُصّوا بتلمع، بتبرق كده. فبرضه حابة الليفة دي أوي، وأي بقى بُقعة بتطلّعها، أي حاجة بتطلّعها بتنضّف بصراحة، فاتوفّقت بصراحة إن أنا أجيب إيه، ليفة زي دي. بس كده يا بنات بُصّوا، أنا في اليوم ده خلّيت المطبخ حرفيًا حكاية وخلّيته زي الفل. هو أنا مصوراه من بالليل بصراحة، بس ما عرفتش أمنتجه، بعد ما منتجته يعني اتلاقيت إن البرنامج اللي بامنتج عليه آآ مش مجاني، فاللي هو إزاي يعني ليه؟ فاضطريت إن أنا أنزّل برنامج تاني، فده أخد منّي وقت، فاضطريت إن أنا أمنتجه تاني يوم اللي هو النهارده، اللي هو المفروض يعني يوم الأربع الموافق 26/6 تقريبًا يعني. بس كده يا بنات، فأنتِ لو وصلتِ لغاية هنا يا ريت تنوّريني باللايك بتاعِك، ويا ريت كده إيه، تشجعيني كده بكومنت حلو منِّك وتقولي لي جهاد أنا باتشجع بيكِ وعايزين فيديوهات أكتر وأكتر، بصراحة يعني لو لقيت كومنتات من دي والله أصور لكم كل يوم، بس أنتم بس تواصلوا معايا. بُصّوا أنا عمّالة أدعك في الطبق ده، أنا حرفيًا ما باسيبش الحاجة من إيدي غير وإن هي بتزيّق، يعني بُصّوا أنا ما باحبش المواعين مجيّرة أو ملزّقة أو مدهننة، أنا حرفيًا باقرف جدًا، جدًا، جدًا،
وده مش عشان خاطر مثلًا حد ييجي يشوف، لأ أنا ما باحبش، لا يمكن أشرب في كوباية حاسة إنها مش نضيفة أو إنها مدهننة أو كده، لا يا بنات، لأ، 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 لا يمكن. ادعكي كده بذمة وضمير، وخلّي عندِك ضمير كده، وخلّي حاجتِك زي الفل. كنت عايزة أقول لكم على حاجة يا بنات، أنا النهارده كده أول يوم صيام متقطع، الواحد وزنه زاد لدرجة إن أنا حرفيًا مش قادرة أحط رجلي على الأرض، هو أنا ما تخنتش أوي يعني فاهمين، بس أنا عندي هِسهِس إن أنا أتخن. بس لأ حرفيًا لمّا مجرد ما بازيد مثلًا 5 كيلو زيادة، رجلي بتتقل وباتعب جدًا، وبابقى حرفيًا مش قادرة. فمين زيكم يعني مين زيي كده بنات حابب إن هو يبدأ diet ويمشي على نظام صحّي ويقلل دهون ويقلل سكريات، على إن بجد مش هنلاقي صحتنا. وحاجة كمان إن أنا عايزة ألعب رياضة، ومش هاضحك عليكم وأقول لكم إن أنا هانزل gym، مش هاعرف أنزل gym وظروفي ما تسمحش، وقتي ما يسمحش إن أنا أنزل gym فاهمين، والgym بعيد عن بيتي مش هاضحك على نفسي، يعني أكون صريحة مع نفسي. طب هتعملي إيه يا جهاد؟ أنا لأ ناوية إن أنا ألعب رياضة برضه مع نفسي في البيت، التمارين الرياضية اللي أنتم بتشغّلوها على الشاشة وتلعبي معاها aerobics بقى أيًا كان التمارين الرياضية، بس المهم إن أنتِ تعرقي كده وتنشّطي جسمِك وتنشّطي الدورة الدموية، ونخلّي كده جسمنا صحّي، يعني الناس اللي في التلاتينات زيي كده، أو حتى والله وأنا في العشرينات قبل ما أتجوّز، حرفيًا أنا كنت يعني كنت باروح الgym 4 أيام في الأسبوع. كنت مهتمية بصحتي جدًا، 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 وده يمكن اللي مأثّر عليَّ دلوقتي إن أنا مش عارفة أعمل الحاجات دي، فده اللي مضايقني، فعايزة أرجع تاني. فلأ يا بنات بجد موضوع الرياضة ده مهم جدًا، موضوع إن أنتِ تنظّمي وقتِك ما بين شغلِك وضغطِك وكل حاجة، بس لازم تعملي وقت time كده لنفسِك، لصحتِك النفسية، لصحتِك الجسدية، مش قادرة كسلانة والله العظيم بُصّي العبي رياضة وأنتِ قاعدة على الكرسي، ارفعي رجليكِ وأنتِ قاعدة، حرّكي هتلاقي نفسِك مرّة في التانية اتنشّطتِ وبقيتِ إن أنتِ قادرة تقومي تلعبي، وقادرة إن أنتِ تضبّطي وزنِك، هاتي ورقة وقلم والمرّة الجاية إن شاء الله بإذن الله هاقول لكم هاعمل إيه بالضبط، نجيب ورقة وقلم ونكتب ونحسب الأكل اللي إحنا كلناه، الحاجات دي يا بنات فعلًا بتفرق، خصوصًا البنات اللي هي في التلاتينات آمم لأ، دخول ال40 مش سهل، فاللي هو لأ، لازم نهتم بصحتنا، لازم أكلنا يكون أكل مضبوط على قد ما نقدر، مش هاقول لِك مثلًا إن إحنا ده نظام lifestyle حياتنا كلّها، لأ، بس على الأقل ما نقدر، على الأقل مثلًا 5 أيام في الأسبوع أنتِ قادرة تنظّمي أكلِك، لو يومين بس لخبطتِ يا ستي في الأجازات مثلًا خميس وجمعة والّا جمعة وسبت مش مشكلة، بس الأساس بتاعِك إن أنتِ آآ تحافظي على نفسِك وتحافظي على صحتِك وتخافي على نفسِك وتخافي على صحتِك، لإن ما حدش يا حبيبتي لمّا أنتِ تتعبي هييجي يدّي لِك من صحته، أيًا كان بقى مين يعني فاهمين؟ ما ينفعش يا بنات، لازم صحتِك أنتِ في الأول وفي الأساس، فنحاول الله المستعان. حاجة كمان كده بُصّوا أنا هنا الأول أشرح لكم خلّصت خلاص المواعين كلّها بتاعة المطبخ، وكنت بقى عملت البوتاجاز وعملت الأرض فاهمين؟ كل حاجة في المطبخ كنت خلاص ضبّطتها. فما كانش هنا قدّامي غير الرخامة اللي هي بتاعة الحوض دي، وحرفيًا خلّيتها زي الفل، حتى الحيطة دي كمان غسلتها، بُصّوا خلّيت كل حاجة بتلمع، ودعكت الحوض كده دعكة كده محترمة، ما تستخسريش في نفسِك النضافة، ال عدم أكل اللي هو الأكل اللي هو مش صحّي ده، الأكل اللي كُلّه دهون وسعرات حرارية وسكريات ده بيتقِّلنا يا بنات، ده سبب الكسل اللي إحنا دايمًا بنكون فيه، فأنتِ لو اهتميتِ إن أنتِ أكلِك يكون صحّي، حتى على فكرة لو رفيّعة ممكن يكون عندِك دهون في جسمِك وأنتِ مش حاسة، فدايمًا كده يا بنات أكلنا نضبّطه، ناكل فاكهة، أنا باحب جدًا آكل فاكهة ومش باحس إن الفاكهة بتضُر زي ما بتاكلي مثلًا سجق وهمبرجر وكبدة، لا، لأ، باحس إن الفاكهة حلوة، الفاكهة منعشة للجسم، الفاكهة بتضبّط الجسم. حاجة كمان يا بنات المشروبات السخنة، المشروبات السخنة زي جهاد طبعًا الأيام دي كل الناس مجنونة وعندها هَوَس بموضوع الكركم، لأ الكركم اشربوه يا بنات على غِرّيق مع رشة فلفل أسود، أنا بقيت متعوّدة عليه وبقيت ما باسيبوش، اسمعوا كلام الدكاترة عنه هتحسّوا إن أنتم يعني بجد الكركم ده كنز، 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 كنز ولازم فعلًا إن إحنا نشرب على الأقل كوباية بس في اليوم،
وسمعت الدكتور بيقول إن إحنا نشربها على الريق، فحاولوا إن أنتم تشربوها على الريق، هتفرق معانا جدًا وتفرق في صحتنا جدًا، جدًا، جدًا. فحاولوا كده يا بنات والله العظيم أنا باذكّر نفسي وباذكّركم إن إحنا نلعب رياضة، ناكل أكل صحّي، وعلى حسب إمكانياتِك وعلى حسب بُصّوا بقى المنظر، بُصّوا بقى النضافة بقى، بُصّوا. هنا بقى إيه، كنت باعمل كده بقى كوباية الكركم اللي باشربها قبل ما أنام. لا يا بنات لأ، 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 الأكل بقى مش صحّي خالص، أكلنا كُلّه دهون وسعرات حرارية، لازم نحُط في الأكل جبنة موتزاريلا ولازم نحُط مش عارفة كريمة إيه، ولازم حلويات إيه، وقّفي كل الكلام ده، حاولي إن أنتِ تهتمي بنَفْسِك، تهتمي بصحتِك، لإن ما حدش هيهتم بيها غيرِك أنتِ. فيالّا يا بنات كده تشجّعوا معايا، وقومي كده اعملي لِك كده كوباية كده كركم كده تنقّي جسمِك من كل السموم وتشيل الالتهابات تمنع عنِّك الأمراض المزمنة، يا رب كده تفضلوا دايمًا في أفضل صحة وأفضل حال. لو الفيديو عجبِك وشجّعِك بجد قولي لي وما تستخسريش فيّا، لإن فعلًا ده بيشجّعني جدًا. شوفي أنا حطيت رشة فلفل أسود. أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد وروتين جديد، وباحبكم بجد وشكرًا لكل الناس الجميلة اللي دخلت القناة، وأنا فخورة جدًا بيكم ومبسوطة بيكم. باي باي، أشوفكم على خير إن شاء الله في روتين جديد، مع السلامة.